السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وكل سنة وانتم طيبين. النهاردة بقى هنعمل شوية شوربة عدس كده في الجو الساقع الجامد قوي ده. علشان نتدفى كده. معايا هنا طماطميتين، ومعايا كمان البطاطساية. طبعا مش كل الناس بتحط بطاطس في شوربة العدس، بس بصراحة انا بعملها بطريقة امي اللي اتعودت عليها طول عمري. وكمان معايا جزر ومعايا بطاطس، قلنا بطاطس وبصل، بصلايه كده كبيره او بصلتين متوسطين، وخمس فصوص من الثوم، وطماطميتين متوسطين برضو. والعدس بتاعي مغسول. عايزه اقول لكم ان الطريقه بتاعه العدس النهارده جديده عليا. انا يعني طول عمرنا بنعمل شوربه العدس. بنقطع كل الخضار زي ما انتم شايفين كده، وبحطه كده في ميه مغليه ويستوي، يستوي خالص. ببتدي ان انا اضربه في الخلاط، وبعد كده بحط البهارات بتاعتي والملح واظبط الدنيا، ويغلي غلوتين على النار بنزل عليه بالشعريه بنفس الخطوات كده، مفيش اي اختلاف. الاختلاف الوحيد في التشويحه بتاعه الخضار زي ما انتم شايفين كده. دي جديده عليا بصراحه. شفت ناس كتير مجربين التجربه دي وبيقولوا ان هي حلوه قوي، وبيقولوا ان الطريقه دي بتبقى احسن من الطريقه التانية. فبصراحه يعني طول عمرنا هنفضل نتعلم لحد ما نموت، فمفيش اي حد كبير على التعليم. فقلت مفيش مشكلة ان انا اعمله المرة دي بالطريقة دي واشوف الفرق. يا ترى هيبقى في فرق بينه وبين اللي هو بيتعمل على طول، بيتسلق على طول من غير تشويح. عايزة اقول لكم ان مفيش فرق كبير ولا حاجة، يعني انا مش شايفة اي فرق الصراحة. نفس الخطوات، نفس الطعم، كل حاجة يعني. سواء شوحت الخضار في الاول، او شوحت الخضار او ما شوحتوش وحطيتيه في ميه مغليه على طول يغلي، النتيجه في الاخر واحده. نزلت بقى هنا بميه مغليه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده بعد ما شوحت الخضار والعدس كويس قوي مع بعضه. فنزلت بكميه الميه بتاعتي المغليه، وملحت الخضار زي ما انتوا شايفين كده، وقلبته في، وشوحت البهارات شوحت البهارات بالخضار والشكل ده، وبعدين نزلت بالميه المغليه، واديكم شايفين كده ما شاء الله بيغلي اهو على النار. هيبتدي بقى يخش في السوا. ما شاء الله كده العدس بتاعي بدأ ان هو يدخل في السوا. ببتدي ان انا اختبره بالشكل ده كده. طالما الجزر كسر معاكي، الجزر اهم حاجه، اكتر حاجه تبين لك ان العدس بتاعك استوى الجزر، لان الجزر بياخد سوا اكتر حاجه في الخضار ده كله. لو لقيت الجزر بتاعك بقى دايب كده، خلاص كده العدس بتاعك استوى كويس قوي. هبتدي بقى ان انا اخده واضربه في الخلاط زي ما انتم شايفين كده، وهرجعه تاني في الحله علشان يغلي كده غلوتين، اكون انا عملت الشعريه. اهو زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله العدس بقى حطيته على نار كده هاديه كده، وبدات ان انا اعمل في الشعريه. معايا بقى الشعريه هنحمصها عادي جدا. طبعا الشعريه ما تخليهاش لونها فاتح، علشان لو خليتي لونها فاتح بتبقى يعني بتنزل كل النشويات بتاعتها في الشوربه. فخلي لون الشعريه بتاعتي غامق شويه، اللون اللي احنا هنعمله دلوقتي ده. كل ما الشعريه بتاعتك تبقى لونها يعني غامق شويه عن الذهب الفاتح، تمسك كده في الشوربه وما تبقاش تنزل النشويات زي ما احنا قلنا. معايا هنا بقى تركايه حلوه قوي، فصين كده من الثوم، مش كتير، فصين من الثوم عليهم شويه كزبره ودقتهم. وزي ما انتم شايفين اول ما الشعريه بتاعتي اخدت اللون الحلو، نزلت بفصين الثوم واديتهم كده تقليبه مع الشعريه، اللي هو خلاص انا هشتري الشعريه من على النار علشان الثوم ما يتحرقش معانا. اهو بالشكل ده كده هبتدي بقى ان انا انزل كده بالشعريه على شوربه العدس. وعايزه اقول لكم بقى على الروايح بقى، والريحه طلعت في التوقيت ده مش قادره اقول لكم على الريحه كانت عامله ازاي. فما شاء الله ما شاء الله الاكله دي يبقى انا بحبها جدا. يعني انا لو قلت لي رز وعدس ولا شوربه عدس اقول لك لا شوربه عدس. عايزه اقول لكم كمان ان شوربه العدس بالنسبه لي احلى من اكل كتير جدا. يعني في ناس ما بتحبهاش، لا بجد جربيها بالطريقه دي باذن الله هتعجبك. خلاص بقى الشعريه بتاعتي حطيتها على الشوربه واديتها غلوتين اتنين بالظبط وطفيت، لان الشعريه بتكمل سوا في السخونيه بتاعه الشوربه. ما شاء الله ده القوام بتاع الشوربه كان جميل جدا، لا تقيل قوي ولا هو سائل قوي. وغرفنا الاكل بتاعنا بسم الله ما شاء الله. ده كان شكله حمصت عيش في الفرن، علشان طبعا شوربه العدس بتبقى حلوه قوي بالعيش المحمص. واهو بالشكل ده ما شاء الله شايفين الجمال. بسم الله ما شاء الله. انا من المنظر ده جوعت الصراحه تاني. وقطعت بصل وقطعت طماطم وليمون، وبألف هنا وشفا.